المصارعة البيئية السودانية أصبحت المنشط الوحيد الذي ينافس كرة القدم من حيث اهتمام الجمهور والرياضيين. هي من أنواع الرياضات المعروفة عالميا وتشتهر بها بعض الدول، إلا أنها لم تتطور لتدخل ضمن الألعاب الأولمبية. يعود أصلها في السودان إلى إقليم كردفان، إذ يمارسها الشباب كنوع من إظهار القوة للفوز بقلوب الجميلات، وانتقلت بعد ذلك للعديد من المدن بسبب الهجرة المستمرة. في الخرطوم تقام المباريات بمدينتي أم بدة والحاج يوسف كل جمعة والسبت وأربعاء منذ مطلع السبعينات. المصارعة السودانية أصبحت الآن لها شعبية واسعة على نطاق السودان أجمع. يمكن كانت بيئية وكانت شعبية تمارس في الوديان وتمارس في المراعي في جبال النوبة وفي جنوب كردفان وشمال كردفان. أما الآن انتقلت زي ما بنقول بنسميها كلية المصارعة السودانية. يمكن أغلبية المصارعين بيجوا من فيافي الأرض عشان يبرزوا ملكاتهم في المصارعة المصارعة في ولاية الخرطوم، ويمكن جمهور المصارعة بيجي من مختلف أنحاء العاصمة القومية، ويمكن بل تعدى إلى الأجانب. الجاليات الأجنبية الموجودة في السودان أصبحت لها البرنامج راتب بالنسبة للمصارعة السودانية. ظل المنشط وعلى مدى سنوات يمثل دبلوماسية شعبية يقرب بين الشعوب والمجتمعات ويقوم بما عجزت عنه السياسة، فنجد كل الأطياف السياسية وعدد مقدر من الأجانب حضورا في هذه المباريات. Just to tell you, it is the first time I'm attending this kind of match, which is very interesting in terms of sport. So I think for me it is a good impression with all the atmosphere here around, with all these numerous people who are very fond of this kind of sport. We don't have this kind of sport in France like this, but Nubia wrestling is very well known through the world, and this is the reason why I was there with my wife and a friend of mine, and okay, it's a good atmosphere, a good experience to see how Sudanese people are practicing sport. كما لم يكتفي عشاق المنشط من الأجانب بالاستمتاع بالمشاهدة فحسب، بل عمدوا إلى المشاركة في بعض البطولات والمباريات، ومعظمهم من الجاليات أو من موظفي السفارات بالسودان، مثل ما فعل المصارع الياباني مورو، والذي يقود مبادرة التعاون المشترك لتدريب المصارعين للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020. 2013-2014 كان هنالك يعني ظهور مصارع، هو اصلا مش مصارع، هو اصلا كان مسؤول الشؤون الثقافيه في السفاره اليابانيه، اللي هو ياساهيرو توتس مورو. هذا الرجل قام باول تجربه كمصارع اجنبي في المصارعه السودانيه، تبارى مع عدد 5 مصارعين، استطاع ال5 مصارعين السودانيين ينتصروا عليه. ثم بعد ذلك وقع بروتوكول بتاع التعاون بين اتحاد الخرطوم للمصارعه السودانيه والسفاره اليابانيه في التعاون الرياضي، لانه نعلم تماما ان هناك في اليابان لعبه تسمى البودو. هذه اللعبه فيها اللعبات القتاليه الفرديه، من ضمنها المصارعه اليابانيه اللي بتشابه المصارعه السودانيه. اما المصارع السوداني فله طقوس خاصه يمارسها من حيث التدريب اليومي وتناوله لوجبات مخصصه تدعم بنيته الجسمانيه ليستحق لقب الفارس، وهو التصنيف الذي يسعى اليه كل المتصارعين. والله زي ما قال بنتمرن في الاسبوع كله، بنتمرن الا كان ما عدا ايامات الصراع هنا بس بنجي هنا. ايوه بتكون كيف مع الصراع مع زملائك ولا بتكون كيف؟ والله مع زملائي برضه، مع الزملاء برضه.